أكلة سهلة وبسيطة وطعمها خطير ويجنن. عشاق التوفير واللي بيحب يضاعف الكمية يجي يشوف الوصفة الخطيرة دي. هاتي بقى يا ست الكل بطاطستين نكون مقشرينهم وغسلينهم كويس جدا، وابدأ ان انا اقطعهم مكعبات بالشكل ده. خلصي كل الكمية وحلة بقى كده، وانزلي بالبطاطس بتاعتك وعليهم كوباية مية سخنة وغطيها وسيبيها بقى تستوي على نار متوسطة. عندنا دبابيس فراخ غسلينها كويس جدا ومصفيينها وما فيهاش ولا نقطة مية. حلة بقى كده وفيها مية سخنة، وانزل فيها بورق لوري وبصلاية وطماطماية، وانزل بالدبابيس بتاعتي انا عايزاها تستوي لحد ما تتهري تماما. البطاطس بتاعتي اتسلقت وبقت بالشكل ده، والفراخ بتاعتنا كمان اتسلقت وبقت خطيرة. هسيبها بقى تبرد وابدأ كده افصصها كده من اللحم بتاعها واشيل العظم بتاعها على جنب. انا عايزاكي تفرمي الفراخ كده فرم ناعم. البطاطس بتاعتنا كده ببدأ اهرسها جامد جدا، انا عايزاها ناعمة كده زي البطاطس البيوريه. ملح بقى ومعلقة من بهارات البطاطس، وقلبي بقى كل الكلام ده كويس جدا. انزلي بقى بالفراخ اللي احنا كده فرمناها بالشكل ده، وعليهم بقى معلقة كده من جبنة الموتزاريلا او شيدر او ميكس من الجبن، وسمغي بقى كل الكلام ده كويس جدا. العصاية بقى بتاعة الفراخ هبدأ كده اعمل بقى الدبوس بالشكل ده كده. مش عايزة اقولك طعمها اصلا بيبقى خطير قد ايه. تقدري برضو تعمليها كفتة او ناجتس، بتضاعف الكمية كتير جدا. بيضتين ونص كوباية من الحليب وملح وفلفل اسمر او اسود، وابدأ اقلبه كويس جدا. وللكفر بقى كوباية من الفيجيتار عليهم كوباية من البقسماط. شمعت الدبابيس بتاعتي في الفريزر كده لمدة نص ساعة، وطلعيها بقى من البيض للبقسماط وخلصي كل الكمية. وبرده الكفتة بتاعتنا برده بالشكل ده، تقدري تعملي كله دبابيس وتقدري تعملي ميكس بين الكفتة والدبابيس، بتبقى طعمها خطير. عندنا بقى زيت يكون سخن ما يكونش مغلي على نار متوسطة، وانزلي بدبابيس الفراخ كده بالشكل ده تاخد اللون الجولد اللي يجنن ده، تجنن. قدميها بقى مع شوية مكرونة كده مبكبكة، يا خبر أبيض على الجمال والحلاوة. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة إبراهيم. باي باي.